السلام عليكم أيها الأصدقاء. إيه أكتر مشكلة بتقابلني بعد تعلم مهارة معينة أو برنامج معين من كورس موجود على اليوتيوب أو الإنترنت؟ بصراحة يا صديقي العزيز، في مشكلة كبيرة بتقابلك بعد تعلم أي مهارة أونلاين، وهي عدم القدرة على تنفيذ وتطبيق الأساسيات والمهارات اللي انت تعلمتها في الحياة العملية وفي الشغل. الحل ببساطة انك تتعلم الأساسيات وفي نفس الوقت تاخد تكليفات عملية للشغل اللي بالفعل بيتم تنفيذه في الحياة العملية. وده اللي احنا اشتغلنا عليه في كل الكورسات اللي هتتقدم الفترة اللي جاية ان شاء الله في قناة المهندس حسين السعيد على اليوتيوب. في كل فيديو هنقدم الأداة أو المهارة وهيتم شرحها شرح جيد، وبعد كده في كل آخر فيديو في مشروع عملي حضرتك هتنفذه بحيث انه يخلص الكورس تكون اشتغلت على كل جوانب المهارة اللي انت بتدرسها. طب في مشكلة تانية بتواجه المتعلم في كورسات الأونلاين وخاصة على اليوتيوب، وهي الملل. بتبدأ حضرتك الكورس الأونلاين بحماس حلو قوي، وبعد فترة بتصاب بالإحباط وتحس نفسك تايه وتفقد دافعية التعلم. وده برضك اللي عالجناه في الكورسات اللي تتقدم على قناتنا على يوتيوب. هنحول لك التعلم اللي هو في العادة حاجة مملة إلى متعة وحاجة جميلة تستمتع بيها. وطبعا علشان نعرف نوصل للنقطة دي وإننا نحول التعلم لمتعة، لجأنا لمتخصصين في علم النفس وأطباء في علم الأعصاب علشان نعرف نوصل لطريقة نحول بيها العملية التعليمية لمتعة. وعلى فكرة دي طريقة مش جديدة أبدا، دي طريقة بيتم تنفيذها وتطبيقها في الجامعات الأجنبية، وإن شاء الله هيتم تنفيذها وتطبيقها على كل الكورسات اللي هتتقدم في قناة المهندس حسين السعيد. ودي أكتر حاجات بتميز كورساتنا عن أي كورسات موجودة في قنوات تانية على اليوتيوب أو أونلاين. ولازم ننوه على إنه الفترة اللي جاية في كورس إنجليزي جميل جدا وممتاز هنقدر من خلاله نحفظ أكتر من 3000 كلمة في وقت قصير جدا، وده كله من خلال لعبة هنلعبها سوا. وكل فيديو عبارة عن مرحلة من مراحل اللعبة. تخلص الفيديو وانت مش عارف ازاي حفظت الكم ده كله من الكلمات. ما تقلقش خالص، دي حاجة مدروسة ومنهج هنعتمد عليه في عملية التعلم في قناتنا. وأهم حاجة اشترك في القناة لو عاوز بالفعل تطور من نفسك ومن مهاراتك، ولازم تفعل جرس الإشعارات على كل الإشعارات عشان توصلك الإشعارات بالفيديوهات الجديدة على القناة.